الله أكبر، جيش التحرير. الله أكبر، جيش التحرير. قطاع حلب، ريف حلب الجنوبي، التوجه لصد محاولة تقدم الأسد على جبهة خان طومان والخالدية. الله أكبر، جيش التحرير. الله أكبر، الله أكبر، الاشتراك، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. والنظام على بسم الله والله أكبر. مروحي براميل ينفذ على قرية تيرمالي 10/4/2016. برميلين متفجرين على قرية تيرمالي.
نحن الآن في بلدة الراعي المحررة. بلدة الراعي في الشمال السوري، شمال محافظة حلب تحديدا، تقع ما بين شرق وشمال محافظة حلب، أقرب إلى مدينة الباب. بلدة الراعي حررت يوم أمس بفضل ومجهود أبطال الجيش السوري الحر. لمزيد من التفاصيل نلتقي مع السيد العميد أحمد، رئيس أركان الجيش السوري الحر. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الشهداء والشفاء للجرحى والفرج للمعتقلين. طبعا نبارك للجميع ونبارك لأنفسنا بتحرير معقل قوي من معاقل داعش، واللي هي بلدة الراعي. طبعا بلدة الراعي تعتبر مفتاح إن شاء الله لتحرير منطقة الباب وباقي القرى الموجودة في ريف حلب الشمالي والشمال الشرقي. البارحة كانت معركة حامية وطيس، شارك فيها مجموعة من الأبطال، فيلق الشام، السلطان مراد، اللواء 51، شارك فيها أيضا لواء الحمزة، شاركوا فيها صقور الجبل، شاركوا فيها جيش الإسلام، جيش السنة، مجموعة، وفي فصائل أخرى مشان ما نبخسوا حقهم موجودين. كانت المعركة بدأت تقريبا 8:30 الصبح ل9، انتهت مع انتهاء آخر ضوء. شوف هذا البطاطا الدكان هذا حلوه. المعركة طبعا صارت بتضافر كل الجهود من الأخوة المجاهدين من كل الفصائل، الله يجزيهم الخير. يعني بدأت المعركة والكل اشتغل والكل الحمد لله قدم، والحمد لله الدواعش الخنازير ما ثبتوا. هذا دليل أنه معنويات يعني منهارة، ومؤازرات ما في عندهم، ما في حدا عندهم. يعني الحمد لله رب العالمين. المغرب كانت يعني الراعي محررة بالكامل. بعرف السجل بس هذا السجل.